السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في القناه هنايا في اليوتيوب ساره اسراء، ومرحبا بكم عندي عاوتاني في الصفحه ديالي في الفيسبوك ساره اسراء. وكنتمنى تزوروني في الانستغرام وفي التيك توك كاملين بنفس الاسم ساره اسراء، وديروا لي ابوني الا تشوفوا انني كنستحق، وما تنسونيش بالتفاعل ديالكم ولايكات باش تشجعوني. فالسلام عليكم مره ثانيه. بالنسبه للدرس اليوم ان شاء الله هو خاص للمبتدئات، للبنات اللي كيسولوني على شنو الادوات اللي غنحتاجو في الدرس باش نتعلموا او لا حتى التنبات. فكنقول لكم اليوم حاولت انني نوجد لكم داكشي اللي عندي متوفر، وغادي نقول لكم شنو غادي تشريو. اول حاجه اللي بغات تتعلم معنا شنو غادي دير، غادي تشري الادوات، غتشري المرمى ضروريه. ما كاينين شي بنات كيبغيو يخدموا بلا مرمى، ولكن انا ما يمكنش، ضروريه من الادوات الاساسيه. تاخديها مني تاخديها تحاولي تغلفيها يا اما بثوب بالطرف ديال الثوب وتلويه عليها كامله، يا اما تغلفيها بالسكوتش، تاخدي سكوتش وتغلفيها بها، يا اما تغلفيها بلاستيك. هادو ثلاثه الحوايج كنغلفوا بهم المرمى. تاني حاجه تحاولوا انكم تشريو الثوب اللي سهل في التعليم واللي ما يمحنكمش، ما يكونش كيتيري، ما يكونش فيه ثقب كبار، ما يكونش حرير وخفيف بزاف غيتثقب ليكم، صعيب في الخدمه. بوبلين احسن ثوب هو بوبلين، هو داك الثوب اللي كيشبه القوامج والوزره المدرسيه، والوزره المدرسيه كما قلت لكم. يعني هذاك الثوب بحال هذا كيكون زوين في الخدمه، كتجبديه مزيان في المرمى او الطاره ديالك، كتجبديه مزيان وكتبداي الخدمه، كترشمي الرشمه ديالك سواء باليد، تاخدي واحد القلم وترشمي الرشمه ديالك، اولا تطبعيها، اولا ممكن الرشمه تكون في التليفون وتحطي الثوب على التليفون تزيدي الضوء وترسمي هذيك الرشمه. المهم هادشي اللي كنحتاجو الحرير ديالنا اللي هو الصابره كما كتشوفوا، كنخدموا بالصابره العادي موجود عندنا هذا. بالنسبه نوريكم واحد لاستيوس كنديرها للحرير مني كنسالي من الخدمه باش ما يتخبلش، لانه هو بسرعه كيتخبل وكيخسر كما كتشوفوا. فكنديروا بحال هكا، ها نتوما كيخسر بسرعه، شوفوا هنا كيخرج في الجوانب صعيب شويه كي هذا. شنو غادي ديروا؟ غادي تلويوه بحال هكا، تخليوه تيبقى عندكم غير شويه. بقى عندكم مثلا هاد الطرف، شنو كديروا؟ كتجيبي الابهام ديالك كتحطيه هنايا على القصبه وكتدوري فوقه وثاني كتدوري تحته، كتبقاي هذا شاده هنا باش ديري بحال هكا. ها هي عقده. كنتمنى تكونوا استفدتوا. عاودوا الفيديو، عاودوا حتى ديروها وتصدق لكم. هذا مكان الابره رقم 5 هي ديال الطرز، حتى رقم 6 ديال الراندوم ممكن انكم تخدموا بها. هذا الشيء اللي كنهضر دابا عليه كنهضر على الطرز، خليت نبات من بعد كنهضر على الطرز ياك البنات. بالنسبه للبنات اللي كيدخلوا معنا جداد كيسولوني واش كتبرمي الحرير ولا ما كتبرميش. هاد نعطيكم الاسئله الشائعه اللي كيسولوني عليها البنات. بعد حنا سالينا من الادوات باش ما نخلطوش الامور، سالينا من الادوات، قلت لكم شنو خاصكم. غير خاصكم مقص، ما تنساوش حتى هو خاصكم ضروري مقص تخدموا به، شريوه غير صغير. المهم سالينا من الادوات، غادي نبدا دابا من النصائح اللي كيسولوا الاجوبه، نجاوبكم على الاسئله اللي الشائعه اللي كيجوني في الجروب. فبزاف تاع البنات كيسولوني واش كنبرم الحرير عاده كنخدم. فغنقول لكم كاين بعض الرشامات اللي ضروري تبرمي لهم الحرير، وكاين بعض الرشامات اخرين اللي ما كيحتاجوش انك تبرمي الحرير بتاتا. فغنفصل لكم هذه القضيه فاش كتمكن. بالنسبه غنبدا لكم بغرزه الحشو. غرزه الحشو هانتوما درناها في شكل مستطيل، اشكال الهندسيه بالثلاث: المستطيل، الدائره، المثلث. هادو سميتهم الحشو. ما كان نبرموش الحرير، هادو ما كنبرموش الحرير. غرزه الحشو ما كنبرموش لها الحرير. كافيه أربعة الشعرات كافيه تخدمي بهم. كتاخدي 4 الشعرات ديالك كتجبديه. كيفاش كتجبديه؟ كتاخدي بعد الفتله تكون غير قصيره ما تطولوهاش، كتدوريه بحال هكا على صبعك وكديريها تجبيده واحده فقط. تجبيده واحده كافيه على انك تخدمي بلا ما تبرمي. كاينين مثلا هذه سبوله حتى هي ما كنبرموش لها الحرير، لكن حاجه واحده فيها هو كتضوبلي ليها الحرير، كتضوبلي ليها الخيط. هما 4 كيوليو 8، كتخدميهم ب8، ممكن تخدميهم ب6، المهم كيضوبل الحرير. هذا ما كتضوبليش الحرير، كتخليه على 4.
غرزة الحشو على 4. هنا غرزة الظل، غرزة الظل حتى هي على 4، ما كنبرموش لها الحرير. هذه غرزة البطانية، شوفوا معايا ما كتبرميش لها الحرير. شنو ثاني مازال غرزة الشدة كتبرمي لها الحرير برمه خفيفة. الغرزة الفرنسية كتبرمي الحرير. وعلى فكرة الحرير الا كنا غنبرموه 3 الشعرات، ما كنخليوش 4 الشعرات باش ما كتجيش خدمة غليظة، لانه ملي كيتبرم كيغلظ لينا الخدمة. كنقصوا منه شعرة وكنبرموه برمه خفيفة 2 دورات كافية، 2 دورات وتجمعيها تاني ب2 دورات ولا 3 كافية. الفتلة تكون صغيرة لانكم قد ما طولتوا قد ما كنزيدوا برمه، باش نكونوا واضحين. الا كان طويل غنديروا 3 البرمات، كانت الفتله قصيره كنديروا 2 برمات كافيه. هنا كنبرموا الحرير. الغرزه الفرنسيه كنبرموا الحرير. البريد ضروري ومؤكد تبرمي ليه الحرير، كنبرموا ليه الحرير في الورده اولا في الورقه ديالنا، كنبرموا الحرير. الشده برمنا الحرير، يعني ما كايناش واحد ضروري، ما كايناش واحد نقول لك مثلا واحد القاعده اللي مثلا غتحفظيها في دماغك وتعرف هادو بعدا هذا راه كيتحسب على الطرز البرازيلي ماشي رباطي. باش نعرفوا هذا الطرز البرازيلي هما اللي كيديروا الورده بالبريد، هما اللي كيديروا الغرزه الفرنسيه، هما اللي كيديروا هادو، هما يعني مبروم حريرهم. الحرير ديال الطرز البرازيلي كيتبرم والرباطي ديالنا ما كيتبرمش. فكنتمنى انني نكون فدتكم. واي درس كنحطو رانا كنقول واش كيتبرم الحرير، واش غنبرموه ولا ما غاديش نبرموه. فكنتمنى الا كان شي سؤال بخصوص طرز مازال ما قلتوش كتبوا لي في التعاليق باش غادي نجاوبكم. هذا ما كان. بالنسبه للتنبات ديالنا، التنبات كنحتاجو خيط في البيج، خيط في البيج، والابره شوفوها رقيقه بزاف. الابره عندنا هنايا رقم 12 اللي كدوز في كاع العقيق. ممكن الابره كنحتاجوا ليها 3 الانواع ديال الابره، 10 و11 و12، 10 و11 و12 باش كنخدموا التنبات. اللصاق خاص ضروري يكون عندنا، كنلويوه على الابهام ديالنا. غنوريكم عاوتاني هاد الفيديو هذا غيكونوا فيه جميع النصائح وشامل. هانتوما شنو كنديروا؟ اولا كنحطوا اللصقه ديالنا بحال هكا، كندوروها على الاصبع كامل حتى كنوصلوا من بدينا. مني وصلنا تما غادي نرجعوا هانتوما غادي نرجعوا ثاني من بدينا. هنا غنقطعوه. دابا ملي قطعناه ولا كيهز لينا العقيق، انا غادي نوريكم ولا كيلصق، يعني درناه على الجهه اللي كتلصق. هانتوما ها نفضيه بحال هكا، شوفوا البنات ها هو لصق، ها هو ما كيطيح ما حتى شي حاجه. ها ممكن اننا صافي كتحطي كتهزي المرمى ديالك كتبداي تدخلي هنايا. هانتوما مثلا بغينا 3 العقيقات، ها هما 3 العقيقات، كنبداو خدامين نهزو وخدامين قريبه لينا، احسن من اننا نبقاو نهزو من هنايا بالعقيقه بجوج بثلاثه كنضيعوا الوقت. هادو معلومات اللي ضروري كل مبتدئه يلا بغات تتعلم تشوف هذا الفيديو. هذا راه غني بالمعلومات وفيه ان شاء الله كنتمنى يكونوا فيه اجوبه ديال الاسئله كاملين. كان مازال شي سؤال طرحوا عليا باش نجاوبكم. هذا ما كان. والدروس مثلا هذه الورقه هذه راه حطيت الدرس ديالها، الدروس ديال التنبات كنحطهم في القناه ديال اليوتيوب وفي القناه وفي الصفحه. الناس اللي عندهم الويفي يتابعوني على اليوتيوب، وراه مرتبين الدروس بالارقام. واللي ما عندهاش الويفي تمشي حتى هي درنا ليها حتى هي فين تعلم، تدخل عندي الصفحه ساره اسراء في الفيسبوك، نقول الدروس اولا تراسلني في الخاص في الفيس، تراسلني في الخاص ندخلها الجروب ديال الواتساب كنواكبوا معاهم. يعني نواكب معها، تحط لي التطبيق ديالها، دايره قناه في الواتساب ماشي جروب، قناه اللي حاطه فيه الدروس بالترتيب سميتها الطرز والتنبات مع ساره اسراء. تمشيو تبحثوا عليها غتلقاوها فيها الدروس بالترتيب، لان في الفيس ما مرتبينش الدروس، مرتبين في القناه اللي في الواتساب، لان كندخل البنات للجروب كيحطوا التطبيقات ديالهم وكنواكب معاهم
فحاطه لهم حتى القناه تما قريبه ليهم، اللي فيها كل شيء، فيها الدروس بالترتيب. واللي بغى تدخل للجروب ديال الواتساب تراسلني باش تدخل ان شاء الله. في حدود هذا العام راه حنا باقيين دايرين الجروب، اما من هنا الفوق ما نعرف واش يبقى ولا ما يبقاش. ممكن نتمنى ان شاء الله نكمل مع البنات حتى ان شاء الله يوصلوا للاحترافيه ويوليو يخدموا حتى هما بياسات ديالهم، علاش لا ما يديروش كليان ويخدموا على راسهم. هذا هو المغزى ديالي. فوصلنا الى وصلتوا معايا لهذا الفيديو حتى لهاد الحدود هذه اللي حنا فيها كنهضروا دابا، فما تبخلوش عليا بلايك وابوني، ما تنسوش البنات. والله يجازيكم بخير، شجعوني بلايكاتكم والتفاعل ديالكم مع الفيديو باش تشجعوني مازال نبدا نحط لكم مازال دروس بحال هكا وما احسن. ونهاركم مبروك وتبارك الله عليكم، مع السلامه.